لما الواحد بينطق بكلام جميل يتقال عليه بيقول درر، ولما يتصرف بأناقة وشياكة في كل المواقف يتقال عليه بيعمل درر. أنا بقى معايا النهاردة درة من الدرر دي، لما بتنطق بتقول درر، ولما بتتصرف بتعمل درر، ولما بتمثل بتطلع درر. الحقيقة من أول ظهور ليها دخلت قلوبنا على طول، حسيناها مصرية بنت مصري مع أنها في الأصل من تونس الخضراء. عندها كل مقومات الممثلة الناجحة، شاطرة وموهوبة وجميلة وذكية، وعندها ثقة في نفسها وفي موهبتها وفي قدراتها التمثيلية، وقبل ده كله مجتهدة، عملت لنفسها اسم في الساحة الفنية وفي وقت قليل جدا، وده كان من خلال اختياراتها، اختيارات متأنية وخطوات ثابتة وقوية. يمكن علشان اختياراتها لأدوارها ما بتجيش على بال حد، تحس انها بتدور على ايه صعب وبتعمله، تتحدى نفسها بأدوار بعيدة كل البعد عن شكلها أو لهجتها أو طبيعتها، والحق يتقال مفيش مرة خسرت التحدي ده. فبتشوفها سيلفيا في هي فوضى، ونيسة في الأولى والغرام، سماح في العار، سميحة في ريان، هنا في آدم، رمانة في مزاج الخير، فريدة في بابا، كاميليا في الزوجة الرابعة، ليلى في موجة حارة، وطبعا دلال في سجن النساء، وأخيرا المحامية ليلى في الخروج. معايا درة الفن ولؤلؤة التمثيل الدرة درة، وأوعدكم إننا في خلال الحوار هنقول درر. منوراني يا درة. ميرسي. ايه التقديمه الحلوه دي حبيبتي؟ انت لا انت اللي بتقولي درر والله. يا سلام يا سلام والله. بشاركك الدرة. عايزه اقول لك في الاول خمسة وخميس الحوت، ونقول الحوت عليها صحيح شاطر. هايله يعيشك. احنا في تونس نقول الحوت عليها، الحوت اللي هو السمك. خمسة وخميس الحوت عليها يعني على العين، يعني عشان السمكه دي رمز انه ايه؟ تبعد الحسد، تبعد العين، تبعد العين الوحشه. ما تصوريش انا بحب اللكنه التونسيه ازاي، وهطلب منك في الوسط كده وانا بكلمك بقول لك سؤال تردي عليا بالتونسي. مش في الوسط، من توا انا من ايوه حتتين دول حتى المشكله. طيب انا عارفه انك انت دراستك كانت علوم سياسيه وعملتي فيها ماجستير. اكيد طبعا هسالك التحول جه ازاي من العلوم السياسيه للفن، لكن عايزه اسالك يعني قبل كده العلوم السياسيه استفدتي منها في ايه؟ يعني اخدتي منها ايه؟ بصي، العلوم السياسيه انت بتستفيدي منها في حاجات كتير، لان هي بتضم مجالات كتير. هي ثقافه عامه، فيها علم اجتماع، وفيها علاقات دوليه، وفيها تاريخ وجغرافيا وسياسه وحاجات كتير يعني. فلسفه، حاجات ممكن ما تكونش مفيده في الحياه اليوميه يعني عمليا، بس انها بتفتح لك افاق يعني كفكر، كثقافه، كفهم لحاجات يعني بتحصل، او انت يعني ممكن تقري، يعني هي بتدي وعي مبكر، يعني بتدي وعي، وبتدي يمكن كمان طريقه نظره للاشياء شويه اعمق من النظره السطحيه اللي ممكن تكون موجوده عند حد مش دارس يعني. صحيح. عموما هو العلم بشكل عام يعني ايا كانت الدراسه، انا شايفه انه مهم جدا يكون في مستوى تعليمي ايا كان. طبعا الفنان اهم حاجه بالنسبه له الموهبه، طبعا دي رقم واحد يعني، والاجتهاد طبعا، وانه يشتغل على نفسه ويشتغل على ادواره وعلى كل اللي بيعمله. لكن برضو انا شايفه انه بيكمل شخصيته بقى الجانب الدراسه او العلم او الثقافه بشكل عام. في ناس عصاميين بس عندهم يعني مينيموم من الثقافه، يبقى ملم بحاجات تانية. انا يعني بصراحه كنت حبيتها كدراسه، بس ما كنتش ناويه قوي اشتغل في المجال ده. انا درستها عشان كان يعني اهلي شويه كانوا معترضين ان انا ادخل مجال الفن، ان انا ابقى ممثله، وخافوا، وكمان على الاقل يعني كانوا حابين ان انا يكون عندي يعني دراسه ومستقبل مضمون بالظبط، فيها مستقبل هم شايفينه مضمون اكتر، شايفينها جد يمكن اكتر، مع ان دي فكره مش صح قوي، لان اي حاجه الواحد بيحبها ممكن لو خدها جد ممكن ينجح فيها يعني. ده صحيح. طيب مش غريبه انك انت بدايه احتراف، او خلينا نقول بدايه الهوايه كانت على مسرح، ورغم ان كل ادوارك فيما بعد سينمائيه وتلفزيونيه ما فيش مسرح لحد دلوقتي؟ صح، مع اني انا المسرح ده حبي الاول يعني، فاهمه؟ فعلا. انت ابتديتي مسرح في تونس؟ انا ابتديت مسرح في تونس، وانا طول عمري كنت بحب المسرح، والمسرح التونسي متميز جدا يعني. انا لما كنت بتفرج على مسرحيات كنت بنبهر،
فحبيته. بدأت فيه، ولكن أنا طبعا كنت مهتمة كمان إن أنا أتواجد في السينما والتلفزيون، بس كان هو مش البداية بس. أنا بعد كده مثلت بارلل، يعني حاجات مسرح وحاجات المسرح عايز يعني تفرغ مش كامل، بس عايز وقت وعايز طاقة ومجهود وكل حاجة. هو ساحر، لان انت عندك الجمهور، يعني في حاجه حيه كده، مش زي الكاميرا في الاخر هي جهاز، يعني هي بس عندك الجمهور طاقه القاعه ساعات، يعني بيبقى فيه بتديكي حتى لو انت تعبانه. يعني انا في اذكر مره كنت بنقدم مسرحيه وقعت ورجلي كانت بتوجعني جدا من كتر بقى الناس موجوده كملت كل المسرحيه مش حاسه يعني، وانا عادي كنت لابسه كعب وكملت للاخر وللتسقيف وكل. بعد كده لما دخلت الكواليس حسيت بقى بالوجع مره واحده، انما طول ما انا كنت موجوده على مسرح انا مش حاسه، انا جوه. مشاعرهم كانت بتوصل لك على طول طبعا جدا. انا نفسي اعمل مسرح تاني. لما جيت هنا مصر اشتغلت اكتر سينما ودراما تلفزيونيه وكده. الحاجات اللي اتعرضت عليا مسرح يمكن ما كانتش هي المستوى او الشكل اللي انا اللي انت متعوده عليه او اللي انا عايزاه. لا، اللي انا حابه اقدمه. انا مش حابه اقدم زي اللي عملته قبل كده، مش شرط. بالعكس، يعني هو المسرح المصري مختلف برضو، ليه تاريخه ورواده وكل حاجه. يمكن كمان الفتره اللي فاتت ما كانش في احسن حالاته قوي، دلوقتي رجع اكتر. انا حابه يعني اقدم مسرحيه تكون يعني ممكن تكون كوميديه بس تكون فيها قصه ذات، يعني فيها قيمه وفيها في نفس الوقت تمثيل وفي موضوع بنقدمه. طبعا بحترم كل الانواع اللي بتتقدم، وبالعكس يعني انا سعيده ان الجمهور رجع للمسرح مرة تانية، وده شيء جميل جدا. لو جت فرصة أو تجربة حلوة، يعني تعرض عليا مسرحية حلوة ممكن أعملها. بس ساعات بقى بتصادف إن هي، ما هي دي المشكلة. ساعات حد بيكلمني على مسرح وأنا بعمل مسلسل، فبيبقى الموضوع صعب ان انا انسق بين الاثنين، بيبقى صعب. وانا مش عايزه اعمل مسرح وابقى مش مدياه كل طاقتي، لان اكيد مش هعمل عدد مسرحيات كتير زي الافلام او المسلسلات. بس لما اعمل عايزه حاجه تبقى تفضل في تاريخي حاجه حلوه، فعايزه اديها من طاقتي ومن وقت. مش عايزه يعني زي ما يعني بنقول مش عايزه كروت، يعني عايزه تبقي مركزه لها، رايحه بنص اهتمام، او عايزه ابقى مركزه لها في كل حاجه. نفسي تبقى حاجه متكامله، عناصرها متكامله، كازياء، كموسيقى، كاضاءه، كديكور، كل حاجه. النص طبعا مهم جدا، كل العناصر. يعني ده مشروع لو توفرت له العناصر طبعا هتقدمي عليه. طيب انت جيتي مصر في 2006، وبعدين هقول لك، يعني هسألك اختيارك لمصر تحديدا في الفترة الزمنية دي سبقها تفكير شكله عامل ازاي؟ وبعدين اول ما نزلتي مصر تفكيرك راح على طول يوسف شاهين، يعني عارفة من الدار على النار على طول مرة واحدة. واقتحام عالم زي يوسف شاهين مش سهل، رغم انك انت تركتي عنده انطباع جميل جدا، وكلمك على ما اذكر بعديها بيومين وطلب منك انك انت تبقي معاه في فيلم هي فوضى. المقابله دي احكي لي عن تفاصيلها كده، ولو حتى خطوط عريضه. اولا كلميني عن جرأتك انك بتقتحمي عالم زي يوسف شاهين. ايوه والله، انا كان بالنسبه لي لما جيت مصر الاول، جيت ازور مصر كده، كنت بفكر في الخطوه، بس عمري ما كنت حابه اجي استقر وانا ما عنديش حاجه وافضل اروح هنا ومش عنديش شغل معين. فما كنتش حابه الفكره دي، لاني اوريدي اشتغلت في تونس وعملت اسم وقاعده مع اهلي وكل حاجه. فمش عايزه اجي غير يعني في مشروع، في حاجة هعملها. الأول جيت زيارة، وكان عندي بعض الأصدقاء وكل حاجة، وطبعا كان لازم أزور مصر. يعني هي فيها حاجة كده ساحرة، يعني عارفة، يعني الروح، يعني صحيح. البلد دي فيها حاجة انت ممكن حد يزورها كبلد يتفرج عليه وخلاص، ولو شدتك وحبيتيها خلاص لو دخلت جوه قلبك ما تطلعش تاني ابدا. يعني فما فتحسي ان انت حته منها وحته من. في حاجه غريبه كمان في مصر غير اي بلد تانية، ان انت لما بتيجي اول مره كانك جيتي قبل كده. انا حاسه ان انا لا، يعني في حاجه فاميليار،
يعني في الناس في الحياه، فما بتحسيش باحساس الغربه بالمعنى اللي هو انا بزور، حتى لو ساعات في بلاد جميله جدا بس انت خلاص انا بزور سياحه وماشيه. انما هنا لا، يعني انت تحسي بحميميه. يمكن كمان تاثرنا بالافلام والفن وانا كمان عشان بحب من زمان الفن، فيعني فده مخلي الواحد كانه جوه حاجه من اللي هو كان بيشوفها. يعني صحيح. انا كمان كنت بقرا كتير لنجيب محفوظ واحسان عبد القدوس وكده، فحاسه ان المجتمع ده انا عارفاه من قبل. انت جايه مذاكره ومتحضره، يعني هي جت كده، يعني هي جت كده. انا ما كنتش بذاكر عشان لهدف يعني ان انا اجي، بس هو انت يعني بتحبي حاجه خلاص بتلاقي نفسك رايحه لها. صحيح. فالمهم جيت انا كنت عايزه زي ما انت بتبقي عايزه يعني مثلا تزوري الاهرامات عايزه اقابل يوسف شاهين، يعني ده بالنسبه لي هرم برضه طبعا اكيد. كنت عايزه اقابله، مش عارفه هو عنده حاجه ولا لا، عنده يعني فيلم ما عندوش، بس حسيت انه يا ريت يعني اقدر اتعرف عليه حتى. رحت الاول يعني سالت على افلام مصر العالميه، رحت اول مقابله ما قابلتوش هو كان الاستاذ جابي خوري في افلام مصر العالميه البروديوسر يعني. بعدين قال لي طيب الاستاذ انا عايزه اقابل الاستاذ. انت طبعا كان معايا CV وصور والحاجات دي، فعرفوا ان انا يعني ممثله مش. قالوا لي اوكي. تاني يوم هو شاف هيقابلك، قابلته. كانت المقابله معاه برضو نفس فكره انه هو حد تلقائي قوي. فانا حسيت يعني طبعا الاول ده يوسف شاهين يعني طبعا، بس حسيت قعدنا نشرب نسكافيه مع بعض وندردش ويتكلم واتكلم معاه ومديني مساحه ان انا اتكلم معاه واتناقش معاه، وكان لطيف جدا الحقيقه. فكان كونتاكت كده حلو قوي. اللي اكتر بقى من كده قال لي انا كويس انك جيتي في التوقيت ده، انا عندي فيلم فيه دور ينفع تعمليه، بس انا لازم اعمل لك اختبار بنفسي يعني زي الكاستنج يعني. فقلت له طبعا حاضر يعني طبعا. بس وجيت بعد كده عملت ده واحنا رجعنا للبدايه خالص كده النهارده يعني. بصي انا بعتبرك الحقيقه من الممثلين المحظوظات، او عندي احساس انك انت جايه تسيبي علامه. يعني بدايتك كانت مع يوسف شاهين، وبعدين بقى الخطوه اللي بعد كده كانت حتى لو في يتخلل حاجات وحيد حامد، وبعد كده في يسري نصر الله. يعني تحسي انك انت بتختاري نجوم كبار، ضامنه انك هتعلمي معاهم، ضامنه نجاح، يعني ضامنه نجاح العمل بشكل عام، وبعدين ضامنه انه هيحصل اضافه ليكي من خلال العمل مع النجوم دول. والله طبعا هو ما فيش حاجة مضمونة دايما 100%، بس هو في ناس أنا بحب السينما بتاعتهم، وليهم رؤية وليهم طبعا أسامي كبيرة مش من فراغ، يعني مش فكرة الاسم، يعني هو فكرة تاريخه بالظبط كده صحيح واللي بيقدمه. فطبعا إضافة ليا إن أنا أكون متواجدة معاه. موضوع الحظ ده يعني خليه، يعني هو الحظ ساعات بيجي في حاجات، ساعات ما بيجيش في حاجات، يعني طبعا الناس خلينا نسميه اجتهاد ليها بتشوف النتيجة اللي انت وصلت لها في الاخر. فالحمد لله انا دلوقتي بقالي يعني اكتر من 9 سنين في مصر، يعني قدمت اعمال كتير قوي جداً. حتى التقرير كان فيه اعمال ما اتقالتش برضو، بس فالحمد لله يعني وصلت بس انا دايما بحس ان انا ما عملتش حاجة، يعني بحس ان انا لا، كان نفسي في حاجات احلى ونفسي احقق احسن من كده يعني. فده دايما بيخلي اللي هو انا عملت حاجات كتير، بس برضو حاسه في حاجات طبعا كنت هعملها وما عملتهاش، في حاجات كنت محظوظه انا عملتها، يعني ده موجود. بس الحظ هو ممكن في الاول زي ما انت بتقولي في الحاجات الاولانيه، الدفعه الاولانيه. بعد كده عشان تحافظي انا اتعلمت كمان من تجارب الاساتذه الكبار اللي سبقونا يعني، وكمان حتى من تجربتي يعني مش هنقول صغيره ولا كبيره، انه الاستمرار اصعب بكتير من النجاح في اي حاجه. ده صحيح. يعني انك توصلي لحاجه اوكي، يعني ده مش سهل، بس انت تحافظي على المكانه، وصلت لها انك تحافظي على المكانه او تكبري او تعملي خطوه لقدام. يعني عارفه لما بتبقي انت يعني خلاص يعني قربتي وانت في حته كويسه، عشان تحافظي على ده او عشان تعملي خطوات اكتر بيبقى اصعب من في البدايه. في البدايه انت كل خطوه بتعمليها هي خطوه، يعني بتوصلك لخطوه ثانيه، انما في مرحله خلاص انت في المرحله دي،
فهتعملي ايه تاني؟ يعني دلوقتي بيبقى التساؤلات عندي اكتر. لا انه الاول طب انا ما عملتش الدور ده، يلا ده مختلف، ده اشتغل معاه عشان المخرج، وده مش عارف ايه، ده برضو انا محتاجه اتعرف، محتاجه اعمل ادوار مختلفه. اوكي، بتوصلي لمرحله طب انا عملت شبه ده، اعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي ممكن اقدمه يكون جديد ويكون حلو وينجح؟ ايه اللي ممكن انا ما طلعش مني كممثله طلع؟ فاهمه؟ فبتبقي عندك تحدي اكتر. اصل عارفه انا لما بستعرض الشغل بتاعك، مش كله طبعا، بعض الحاجات المميزه جدا، بحس انك انت عايزه زي ما تكوني ايه، عايزه تبقي جزء من تاريخ الفن. يعني لما تشتغلي مع يسري نصر الله في جنينه الاسماك، لما تشتغلي مع يوسف شاهين، في انت عارفه، انا مش قصدي انك انت ضامنه نجاح العمل، انا مش بتكلم على ضمان النجاح، بس ضمان التاريخ. انه انت عايزه تكوني مع، لانه عارفه انه الاعمال دي هتبقى تاريخيه، فانت عايزه تكوني جزء من هذا التاريخ. انا مش بتكلم على كل الاعمال، لا طبعا اكيد في اعمال كانت مع شباب مجتهد وجديد، مش بالضروره ان هو يكون عنده نفس التاريخ بتاع يوسف شاهين او يسري نصر الله، بس زي ما تقولي ايه، خطواتك مدروسه، مش فكره ان انت بتمثلي عشان لمجرد التواجد او لا. انك تجيبي اعمال كتير. اصل في ناس منهجهم يقول لك ايه، معلش ابقى موجوده حتى لو مش يعني مش لازم اعمل حاجه تافهه، لا اكيد مش محدش هيعمل حاجه تافهه، يعمل حاجه معقوله بس يبقى موجود علشان العمل ده هيجيب، عارفه يقول لك ايه، الشغل هيجيب شغل. احيانا في مراحل الواحد ممكن يضطر فيها، مش يضطر يعني فيش اضطرار، بس اللي هو يحسبها بالشكل ده، او ساعات انت لازم كمان تعملي حاجه كوميرشال شويه بالزبط. حاجه للجمهور الاعرض، يعني الشريحه الاكبر، حاجه خفيفه، حاجه لايت، مش كله هيكون يعني مواضيع تقيله وكده، بس في نفس الوقت في مستوى. اهو مفيش عمل، العمل لازم يكون جيد، يعني لازم يكون في مينيموم عناصر تكون تضمن انه العمل ده كويس. اوكي، بعد كده نجح ما نجحش، ده النجاح عمره ما بيبقى مضمون، دي حاجه بتاعت ربنا والظروف وترجع للجمهور وكل حاجه، بس على الاقل يعني ما بقدمش حاجه اخجل منها بعد كده، او احس ان هي ما كانتش في المستوى. عارفه في ناس مش يعني في افلام مش بتاخد النجاح اللي هو الجماهيري مره واحده، بتاخده جراديولي كده، يعني بتحسي ان الفيلم بعد ما يتعرض بفتره بياخد سكسي كبير جدا. طبعا انت قلتي حاجه مهمه قوي كمان، قلتي التاريخ، يعني في اعمال هي بتفضل في التاريخ حتى لو لما ساعات في ميعاد نزولها ما نجحتش مثلا، وفي اعمال كسرت الدنيا بس خلاص مش هتشوفيها تاني. ده صحيح. حتى في الدراما، في مسلسلات في رمضان فرقعت، بس بعد كده لو شفتيها خلاص مش هنشوفها تاني. في اعمال كل ما بتتعرض تاني بتشوفيها بطريقه مختلفه، بتتقل كده. حتى الافلام القديمه، في افلام كده، في افلام احنا بالنسبه لنا بنحب نشوفها في التلفزيون وناجحه، لما بنسال بنلاقيه لا الفيلم ده ما كانش محقق نجاح كبير، بس بتتفرجي عليه، بس مفيش حاجه، الفن ما بيموتش، يعني بيبقى خالد موجود، وخصوصا لما يكون فن راقي فبيبقى متجدد. طب كلميني بقى عن طريقتك وانت بتقدمي بنت البلد. يعني انا بحس لما بشوفك، يعني لما شفتك في الاولى في الغرام وشفتك فيما بعد سماح في العار، يعني تحسي انك انت متربيه في الحطبه. يعني استحاله تكوني انت من العاصمه، من تونس العاصمه، مش من سوسه ولا لا فيعني كلميني لا انا ماليش اي علاقه. انت حتى لو جيتي شفتي مثلا صحابي قالي ما حدش بيتكلم اصلا مصري بطلاقه كده زي بلس بقى موضوع الشعبي ده قصه تانية خالص. ما هو كلميني عنها. هي الادوار دي ما اعرفش ايه، انا بحبها قوي، يعني من اقرب الادوار ليا واكتر الادوار اللي انا بحبها بنت البلد المصريه. يعني اللجنه جبتيها، يعني مخزونك كان فيه، يعني قعدتي مع ناس مثلا شعبيين، يعني فهميني عملتي ايه؟ طبعا يعني بقعد مع ناس، انا بقعد مع ناس من كل فئات المجتمع، عشان انت مش الشعبيين بس، ولا الاي كلاس بس، ولا البي، يعني انا بختلط بكل الناس يعني. وفي حاجه تانية، يعني طبعا في المخزون اللي هو من الافلام اللي انا شفتها قبل كده، ومن كل الحاجات دي، بلس الشارع، يعني هو الممثل عامة، او يعني دي حاجه موجوده في انا عندي شويه دقه ملاحظه كده لما بشوف ناس، يعني في ناس كاركترز بالنسبه لي، يعني ممكن اكون قاعده في مكان وشفت واحده كده بقعد اراقبها، انا مش براقبها عشان انا ما عنديش اي فضول ولا حشريه، انا مش من النوع ده، ولكن ساعات اشوف كده حاجه تشدني، كاركتر كده بادي لانجوج معين او طريقه كلام او كده تلفت نظري، ان دي كل ده بيبقى مخزون بعد كده. يعني انت ممكن تطلعي شخصيه فيها من دي ومن دي ومن دي، او واحده بتتكلم معاكي فتقعد تتكلم، ساعات هما الناس كمان يعني العاديه البسيطه يعني
يحبوا يقعدوا يتكلموا. فلما فبقعد اسمع يعني بتقعد تحكي لي، فطريقتها دي انا بلقط منها حاجات. بلس طبعا الدور نفسه بيبقى مكتوب بطريقه معينه، فانت لازم تعمليه الشخصيه نفسها، يعني الشخصيه عن شخصيه تختلف حتى لو هم من نفس الفئه الاجتماعيه او نفس المستوى الاجتماعي. طبعا في اضافات اللي هي من روحي انا. الاحساس بيبقى احساس واحد في الاخر، هو بيختلف الطريقه، انما لا يعني انك تحسي خلاص انت هتجيبي من مخزونك وهتدمجيه مع كل الحاجات اللي خدتيها من الشخصيات القريبه من الشخصيه دي، وتصب لازم في الشخصيه اللي انت بتقدميها. يعني هي البنت الشعبي مثلا في انماط مختلفه، يعني سماح كانت طيبه قوي لدرجه قربت يعني لدرجه السذاجه، يعني كانت طيبه قوي ومخلصه جدا جدا وجدعه بنت بلد. لا ونيسه كانت ونيسه كانت جباره. مشش في ركبك يا بعيد. كانت مشش في ركبك دي من تونس؟ كانت مشش في ركبك دي من تونس من الحطاطبه رسمي يعني. طيب دلال بقى في سجن النساء ونقله كبيره جدا، والحقيقه احنا شفنا جزء منه كمان في الستينج ان، يعني حقيقه دور عظيم جدا وحطك في مكانه يعني 10 درجات طلعتي فيها. طبعا التعامل مع مريم نعوم لانها حساسه جدا في كتابتها، وطبعا كامله ابو ذكرى حساسه جدا في لقطاتها وكادراتها، والتعامل كمان مع نيلي كريم لانه نيلي كمان حد ممثله تقدري تاخدي منها وتديلها. فكلميني عن التوليفه الجميله دي اللي طلعت دلال، طلعتها في نقله وفي مكانه كبيره جدا. والحمد لله هو سجن النساء كمسلسل انا دايما بعتبره زي ما كنا بنتكلم من العلامات، الحاجات اللي هي يعني مسلسل مش هيموت، متهيألي هيكون هيفضل دايما حاجه مهمه ونقله وعلامه في الدراما العربيه بشكل عام والمصريه. يعني زي ما بتقولي التوليفه كانت انه كاتبه طبعا مريم نعوم عندها احساس وعندها يعني في كاركتر كده، يعني هي شخصيات كانت نسائيه كتير في المسلسل، ولكن كل شخصيه كان ليها ملامحها وطريقتها وحدوتتها وابعادها وكل الحاجات دي. كامله ما بتسيبش حاجه، يعني هي صحيح. بتهتم بكل ادق التفاصيل الشخصيه اللي بتقدمها، بتهتم بان الشخصيه دي مثلا هتبقى المانيكير بتاعها مقشر، لان هي فاهمه قصدي، يعني كل شخصيه بطل عندها بالدواء. كل شخص يعني الشخصيات المهمه احنا لغايه تفاصيل اي حاجه في الشكل او في الاداء هي بتشوفها، بتحطك من الاول على التراك. احنا بنتكلم كويس عن الشخصيه وبتسمع يعني من مخرجين، هي لا يعني بتاخد كمان من ممثل تخليه هو يعني حتى سجن النساء الناس ما تعرفوش كان في ارتجال كتير، كان في مساحه للارتجال لينا، يعني كنا ساعات بالمشهد بنعيشه فبنروح عاملين حاجه ما كانتش مكتوبه او قايلين حاجه، لو هي في صميم الموضوع وطالعه يعني بتطلع حقيقيه جدا، بتطلع حقيقيه. وهي بتتقبل ده جدا. هي بتسخر التكنيك للممثل مش العكس، مش الممثل هو اللي بيمشي على حسب كادر معين، لا لو هو الممثل احساس وقاده لمنطقه معينه هي الكاميرا وكل الادوات بتروح له. فطبعا الشغل معاها ممتع جدا جدا بصراحه يعني. وكمان نيلي طبعا ممثله عظيمه، يعني زي ما انت بتقولي بتدي، يعني انت الممثل اللي قدامك بيبقى مهم جدا انه الاحساس يبقى متبادل صحيح. وبتحترم جدا لما يكون يعني اداء الممثل اللي قدامها وتحسي ان هي معاكي قلبا وقالبا، مش الممثل اللي هو خلاص طالما الموضوع المشهد عندي انا او الزاويه بتاعتي فتلاقيه يعني خلاص بيسمعني خلاص، لا هي بتدي حتى بعينيها، حتى لو ساكته، حتى لو يعني هي معاكي، فانت تحسي المشهد احنا يعني مع بعض. مش هي بس بصراحه، كل الممثلين في سجن النساء بالذات والممثلات كانوا رائعين، وكل واحده خلاص وانس ان هي يعني انا دلال الاول فكرت فيها كتير وفكرنا مع بعض ومع كامله ومع مريم، وفي حاجات اتكتبت وفي وكان لسه حتى مش كله مكتوب، وبعد كده كنا خلاص انا من كتر ما عشت الشخصيه بقيت شايفه ابعادها وشايفه هي في الموقف ده هتعمل ايه، وبعد كده هتتطور. هي كمان كان ليها مراحل
صحيح، فكان لازم نفرق مختلفة. المراحل مع بعض من بعض. وكان احيانا بنصور عشان في نفس المكان دخولها مثلا الحاره وهي الاول، صحيح، غير دخولها بعد ما دخلت السجن وخرجت. عظيم عظيم المشهد ده. طيب انا عايزه اتكلم معاكي عن اخر ادوارك كمان، دور ليلى في الخروج. كان ادوار يعني دور حقيقي مختلفه، يعني انت عماله بتتحركي من دور لدور، وكل دور بيبقى توليفه تانية مختلفه جدا، وبتجددي نفسك بشكل اكستريم، عارفه اللي بيروح من اليمين للشمال خالص مش قريب منه. كلميني عن برضو الدور ده والمشهد العبقري الاخراني اللي هو بتاع يعني رحيلها كده من العالم. يعني فهميني بقى ازاي قدرتي انك انت اولا استقبلتي الدور ازاي؟ يعني حسيتي انه صعب، يعني محتاج شغل كتير. هو طبعا يعني هو ما فيش دور سهل قوي، احيانا بالعكس. يعني الناس اوقات بتحب تريح نفسها شويه، انت واضح انك بتحبي تتعبي. لا والله بالعكس، بحب اريح نفسي قوي، بس لما بريح نفسي بحس انه كاني ما عملتش حاجه فنانه. هو على فكره السهل ده برضو سهل ممتنع، يعني ساعات انت المشهد لو ما فيهوش حاجه، بالعكس يعني المشهد لو في حاجه صعبه بالنسبه لي فانا هشتغل عليه. المشهد البسيط انت هتبدعي فيه ازاي؟ يعني بيبقى خلاص انت لازم تقدميه ببساطه، لانه احيانا لازم الواحد ما يحملش الامور اكتر من حجمها عشان ما يبقاش اوفر اكتنج كمان. يعني ففي انت على حسب المشاهد والدور. دور ليلى في الخروج هو مختلف، هو صعوبته في حاجه مختلفه. يعني هنا مثلا كنا بنتكلم على دلال في سجن النساء، الايموشنز بتاعتها باينه، يعني اوقات واوقات طبعا يعني على حسب المشاهد، بس في بتنفجر في حاجات كتير بيبان يعني وتطوراتها وكل الحاجات بتاعتها. هنا الخروج هو مسلسل سسبانس اكشن معتمد على الحركة والأحداث السريعة، مش على المشاعر والإنسانيات يعني أكتر. فأنت جوه ده برضو لازم تعملي الشخصية صح، بلس إن هو مدة الأحداث كلها فترة قصيرة، مفيش بقى سنين بتعدي وحاجات وتغيرات كبيرة بتحصل. فانت ده طول الوقت على فكرة، ما ده صعوبته وده صعوبة مش سهولة. وكمان هي شخصية ليلى دايما تحت ضغط، وفي نفس الوقت هي قوية. هي قوية وبتواجه وفي نفس الوقت في حب، فهي رومانسية، بس يعني هي شخصية برضو يعني محامية وكده، فهي عملية عندها الجانبين مع بعض. صحيح. وبتحب وبتتعرض لمواقف كتير مختلفة. فكان في كل ده في إطار إنه مفيش، أنت حتى في المشاهد مش طويلة قوي، يعني عشان دايما إيقاع العمل، فالإيقاع العمل هنا مختلف، فلازم كل ده يبقى احساسك ثابت. يعني يبقى انا بس المشهد ده طبعا كان من اصعب المشاهد، او يمكن اصعب مشهد، لانه كان هو يعني معمول طبعا بشكل حقيقي. ومشاهد الموت عامه بتبقى صعبه، خصوصا لو الواحد عايز بجد تنفذ بشكل قدر الامكان حقيقي. فهنا في غرق على مراحل، يعني تدريجيا انا قاعده والميه بتزيد. ما تيجي نروح نشوفه، يعني تعالي نروح نشوفه بدل ما نشرحه، لانه هو كل المشاهد النكد لازم بعد كده نجيب مشهد مثلا يضحك او حاجه. لا ده مشاهد عبقريه. انا جايبه لك كل الدرر، ما تنكريش. انا هنا طبعا تحت الميه وما ينفعش ولا تبربشي ولا تتنفسي والميه ولا تعملي اي حاجه بوشك انت، يعني انا ميته. فيعني وبتبقى نفسيا موضوع الموت ده بيبقى مش سهل. كمان في موجة حارة كان عندي مشهد ده كان اتاخد وان تيك ولا ايه؟ لا مش وان تيك، ده عدناه اضطرينا نعيد. ده انت اتخنقتي بقى. ده انت في الاخر اتخنقتي. الموضوع ما كانش سهل يعني. طيب بس انت كمان ليكي تجارب كمان انا بحس انها كوميديه شويه، يعني الباب يفوت امل، وثاني اكسيد الكربون بالظبط. لا في حاجات يعني لا في حاجات كمان لايت انت بتعمليها. انا بحب طيب عايزه اتنقل بقى لحته ثانيه بقى، علشان احنا اتكلمنا شويه كتير قوي عن الدراما وعن السينما وعن الحاجات دي كلها. عايزه اعرف دور الانسانه بقى. ف انت فاشونيستا في روحك، يعني انا بحس، انا شفت الصور بتاعتك يعني جايه في علب من فرنسا حقيقه يعني. بتهتمي جدا بمظهرك بشكلك، انت بتحبي التصوير، وكل صوره مختلفه عن الثانيه باداء مختلف، باحساس مختلف، بمخزون حتى مختلف. ففهميني انت اللي بتختاري، يعني دي اختياراتك انت ولا حد بيساعدك، ولا زي ما انا بقول انت فعلا فاشونيستا في روحك؟ هي معظمها اختياراتي. انا قلبي كان حاسس والله. ايوه انا قلبي كان حاسس بالبودي روز اللي انت لابساه ده، انا قلبي كان حاسس. هي معظمها اختياراتي طبعا. انت بتحبي الازياء؟ انا بحب الازياء،
ويعني بحب الفاشن بشكل عام، بس اللي حاجات معينه يعني انا بختار منها اللي بيليق عليا وبيليق على المكان اللي انا رايحاه مثلا والوقت ده وكده. ومهتمه جدا يعني يمكن تاني حاجه بعد الفن يعني مهتمه بيها هي والمزيكا برضو والديكوريشن، يعني حاجات كده معينه. يعني عندك الحس الجمالي ده. انا بحب كل حاجه تبقى طالما احنا نعملها حلو، حتى لما اكل يعني بحب الاكل يبقى كده شكله متناسق متناسق. بحب الحاجه اللي شكلها حلو. يعني عيني كده يعني بتروح للحاجه طالما هتتعمل يبقى تتعمل. يا هلبس حلو، يا اما بقعد في البيت بالبيجامه. فانا قصدي ممكن انزل بسيطه جدا، انا مش بلبس حاجات بس سيمبل حلو برضو بالظبط. ولايق عليكي ولايق. ما هو مهم يبقى لايق. الاهم من الماركات والحاجات طبعا الواحد انا مهتمه ان انا ابقى عارفه وبعرف الديزاينرز وبعرف بس الاهم من كده انه برضو تختاري حاجه لايقه، يعني حتى لو مش لازم تكون يعني ساعات بتبقى سينيه، ساعات مش لازم سينيه، بس المهم تكون لايقه عليكي ولايقه على المكان اللي هتروحيه وكده. بس فانا مهتمه بده. انا معظم الوقت بعمل لوحدي، بس بستعين طبعا اكيد يعني بستايلست وبديزاينرز وبتعامل مع ناس. انت ليكي تيست معين يعني ليا تيست معين ومطلعه وبتفرج على حاجات وبشوف ايه اللي بيحصل، بس يعني بحب اكون عقليه كده التيست بتاعي الخاص برضه. طب قولي لي، انت كيان متردد تاخدي فتره طويله عبال ما تحسمي امرك من حاجه، ولا تحسمي على طول، ولا التفكير دايما بيسبق؟ يعني فهميني، قربيني كده من دره. انت عارفه الجدي كويس؟ انا عارفاه طبعا. وعارفه الجدي بتاع دره كمان. ايوه بالظبط يعني. كده بس هم ما يعرفوش. هم ما يعرفوش. لا انا متردده معظم الوقت. بس ساعات انا في كونتراست يعني فظيع يعني. يا بتردد قوي يعني بفضل متردده في حاجات انا ما عرفتش اخد فيها قرار، وحتى لما خدت رجعت تاني غيرت رايي وبفضل كده مغيره رايي فيها مدى الحياه يعني ما حسمتش امري فيها. يا اما بقى بحسم على طول، يعني في حاجات خلاص انا عارفه هو ده يعني فاهمه. الحاجات اللي بحسم فيها على طول دي برتاح جدا، ما بتندميش خالص فيها، ما تحسيش انك انت اتسرعتي مثلا ولا حاجه. طالما حسمت وقررت بسرعه ما بندمش. يعني معظم الوقت الحاجات اللي بندم لما ببقى متردده شويه في قراري وبفضل بقى ما بين ولا. فحتى لما بقول ممكن اميل للا او اقول لا وبعدين ارجع اندم لا يا ريتني. ده طالما ترددت. بس طالما خدت قرار على طول وده بيبقى قليل، بس معظم الوقت يعني ما بندمش عليه. طيب انت كمان متحفظ ولا بتثقي في الناس بسرعه؟ لا انا بمشي شويه باحساسي في الموضوع ده. يعني ممكن اكون معظم الوقت متحفظه شويه بس اجتماعيه جدا في نفس الوقت وبحب الناس يعني. بس ليا العالم بتاعي برضو. بس لو الناس هتبقى لو ما بقتش استحمل قوي الطاقه السلبيه، او لو حد انا حاسه انه مش حاببني بحس يعني بيجي لي كده يعني اشارات هاجس فما برتاحش. لو مش مرتاحه خلاص يعني بتعرفي يعني تقدري تعرفي الناس من قبل، يعني بيبقى عندك اختيار. انت عارفه دي موهبه انه الناس تقدر، او في شخص مثلا يقدر يحس البشر قبل ما يتعامل معاهم. عاده الصدمه بتيجي بعد التعامل مش قبل التعامل، فانت عندك الجزئيه دي انك انت تحسي الشخص شويه قبل ما تتعاملي معاه، فيبقى عندك الاختيار انك انت لا. انا دايما انا ما بحكمش قبل ما اتعامل معاه ابدا عن اي شخص. يعني دايما التعامل هو اللي بيخليني اقيم الشخص ده. عمري ما بحكم حكم وكمان بدي فرصه واثنين يعني مش من اول مره. ممكن تقابلي شخص مره ويبقى هو مش في احسن حالاته. انا ولا انت ولا اي حد ممكن النهارده مش في المود، انا ما اعرفش ظروفه ايه. انت بتعذري فانا بعذر كويس مره، بس لو كل مره بقى انت غلس خلاص انت غلس جاي بنفس الوش. لا انت كل مره بتديني الوش ده ان انت بقى يعني ما فيش فيك حل. وكمان يعني بحاول اكسر ساعات اقول يمكن هي ساعات ببقى عارفه ان حد مش حاببني قوي عشان هو مثلا حد قال له حاجه او واخد فكره، فبحاول اكسر ده وابقى انا اللطيفه وانا فخلاص انا لطيفه. انت مصره بقى يبقى انت مصر. انت يعني لقيتي ناس مكونين عنك انطباع خاطئ طبعا جدا. ده انا معظم الناس اللي بيعرفوني ايه بقى الانطباع الخاطئ؟ ايه ده ما كناش متخيلينك كده. كنا واخدين انطباع طبعا مش كل الناس بس يعني في ناس معينه بتقولي كده ساعات. تمام. ايه دايما الكلمه اللي يتقال؟ انت مثلا ايه ما تاخديش على الناس بسرعه؟ ما اعرفش بالرويه يعني مثلا يعني ايه الكلمه اللي دايما لا هما ما بيقولوليش صفه معينه
بس والله ده انت لطيفه جدا، ما كناش متخيلينك كده. طب انتوا كنتوا متخيلين ايه يعني؟ وفي ناس اللي بصي اللي عايز يحبك هيحبك يعني، صحيح، او اللي عايز يديكي فرصه هيديكي فرصه. الفانز مثلا او الناس الجمهور، في ناس بتحبك من غير اي حاجه كده يعني، بتشوفك بتحبك يعني وبتحسي بده انه حقيقي. وفي ناس لا، هم بس عشان بتطلعي في التلفزيون يعني، فاهمه؟ صحيح. يعني انا بحس. طيب انا عايزه اسالك عن علاقتك بوالدك، لانه انا عارفه انك انت كنتي قريبه منه جدا جدا جدا، وفي فتره كده حصل لك فيها بيات شتوي انا عارفاها، فتره فراقه يعني. فكلميني عن التجربه دي، يعني علاقتك بابوكي ايه العلاقه اللي كانت تجمعك بيها؟ كان في صداقه، كان في فهم متبادل، كان ايه؟ بصي التجربه دي اقصى واصعب تجربه في الحياه ممكن حد يمر بيها. وانت عارفه علاقه البنت بوالدها طبعا. انت بنت وحيده ولا عندك؟ خليلك باباكي يعني اللي كلنا بنحبه يعني. ربنا يحفظه ويديه طولة العمر. انت انا وحيده؟ بنت لا مش وحيده، انا عندي اخوات. تمام. بس يعني برضو انا كنت اول بنت، كان قبلي ولد. تمام. وكنت قريبه من بابايا. ورغم ان في فترات بنقرب اكتر، في فترات بنبعد اكتر بس هو اولا وجود الاب، حتى لما بتبقي، لو انا مثلا دلوقتي بعيده، انا في مصر وهو في تونس مثلا، وفي بينا تليفون بس ممكن نتكلم، ممكن لا، ممكن يعدي ايام، بس انا عارفه انه موجود، ده احساس بالامان. صحيح. ما بيعوضوش اي حاجه في الدنيا. صحيح. لان ما فيش اي حد يعني هيحبك زيه. صحيح. وهيبقى عايز مصلحتك زيه، وهيبقى بيخاف عليكي زيه، فاهمه قصدي؟ فده طبعا حاجه. وهو كان شخصيه مميزه قوي يعني، كان ليه يعني حضور وكاريزما، ويعني مميزه جدا. حتى يعني الناس اللي هم اصدقائه او العيله او يعني كل الناس بتقول كده. كان فرحان بشغلك؟ وكان ناس كتير زعلت قوي عليه. الاول كان رافض شغل تمام، وبعد كده تقبله، وبعد كده بقى يتابع ويقول لي احيانا رايه وكده، ويقول لي رايه بصراحه يعني، حاجه تعجبه. كان بينتقدك؟ احيانا لو حاجه مش عاجباه قوي بحس ان هي مش عاجباه قوي. حاجه عاجباه بحس اكتر. هو متحفظ شويه في انه يقول، بس انا بفهم يعني من الاتيتيود بتاعه، خلاص بفهم على طول. وبيتابع، وساعات بيحس مين يعني، ساعات بيشوف ناس ما يعرفهاش يقول لي دي بتحبك دي ما بتحبكيش كده يعني، من بيبقى عارف. هو ذكي، كان ذكي جدا كمان. فطبعا الفتره الاخيره كانت صعبه كلها، لانه طبعا جاله الكانسر. انا على فكره اول مره اتكلم في الموضوع، ما بحبش اتكلم في الموضوع عاده. انا مش عايزه لانه انا عارفه علاقتك، فتحتيه باحساس يعني نبيل منك، مش اكيد مش باي حاجه. وانا عدى اكتر من سنه، فبقيت عندي القدره اكتر ان انا اتكلم في الموضوع بهدوء اكتر. الاول كان صعب، ما كنتش بعرف اتكلم في الموضوع خالص، ممكن يعني اتضايق يعني. فدلوقتي انا اتمنى ان هو يكون في مكان احسن. ويعني دايما بيجي لي تساؤلات ساعات، عارفه لو غصب عني اقول طب كفايه بقى، انا عايزه اشوفه، عايزه اقابله مره، طيب يعني عايزه اقعد معاه مره كمان. يعني حاسه ان انا مش بعتش بيه، يعني في حاجات في حياتي هتحصل هو مش مشاركني فيها، مش هيبقى موجود فيها. فده احساس بيؤلمني جدا، وده ألم هيفضل مدى الحياة. هو الموضوع مش انه الفترة اللي بعد فبعدين خلاص وخلاص لا، دي حاجة انا عارفة ان انا مش هتجاوزها طول عمري يعني. بس هو طبعا ذكراه موجوده، هو موجود معايا يعني. انا بحس كده. انت عارفه انا بحس ده من الستيتس القليل اللي بتكتبيه في الواتساب. ويمكن انت كمان دايما بتكتبي الحاجات دي لاصحابك، مش للعامه على يعني الفيسبوك الخاص. فدايما عندك بعض العبارات كده بحس انها مش عبارات تجاريه، عبارات نابعه منك، من احساسك الشخصي بالفقد او بالفراق او بالزعل او بالفرح. يعني دايما الوانك من الاحساس بتبان في جمله واحده، انت مش بتتكلمي كتير، بتقولي جمله واحده. فعشان انا ليه سالتك السؤال ده، لاني مراقبه لان انا من اصحابك، فبقدر اشوف انت بتكتبي ايه، فبحسك. فكنت عايزه افرج بس عن المشاعر دي من غير ما اضايقك ولا اسبب لك اي ازعاج. انت عارفه هو الفتره الاخيره لما تعب اكتر قربنا من بعض اكتر يعني، وبقى بيقول احساسه. يعني هو كان قبل كده شويه بقينا بنقول لبعض يعني، وحاولت على قد ما اقدر ان انا اقول له طول الوقت، اقول له قد ايه انا بحبه وقد ايه. وهو قال لي في الاخر، انا
مرتاحه، انا فخور بيكي واللي عملتيه. كان يعني ما كانش بيقول كده بالشكل ده قوي قبل كده. كأنك خدتي المشاعر بشكل مكثف بالظبط في الفترة الأخيرة. يعني كنت قريبة منه في المرحلة دي. طبعا كان أصعب حاجة في الدنيا إن أنت تشوفي حد أنت متعودة طول عمرك تشوفيه قوي وتشوفيه كويس، تشوفيه إن هو تعبان في الحالة دي طبعا يعني. بس يعني دي حاجة بتاعت ربنا والواحد ما يقدرش يعني، الله يرحمه طبعا. بقول لك يعني ساعات كده بيجي وقت اللي هو يعني اتساءل، بيبقى نفسي كده يبقى في اي كونكشن، يبقى يعني عايزه اطمن حتى، عايزه نفسي اشوفه مره. ما بتحلميش بيه؟ والله حصل لي مره واحده ان انا حلمت بيه، ببقى يعني نفسي قوي احلم. اصل هم بيحسوا بينا، يعني بيحسوا بينا، الاموات دايما بتحس بينا. ساعات بحس ان انا نفسي ابقى كويسه عشان هو يبقى مطمن، يعني فاهمه قصدي؟ يعني بحاول ان انا برضو يعني كاني انا طول عمرك انت عندك مسؤوليه وعندك مسؤوليه نفسك، بس حاسه ان انا شايله مسؤوليه نفسي اكتر كمان، يعني ان انا يعني هو اكيد نفسه يشوفني مبسوطه، اكيد نفسه يشوفني ناجحه، نفسه يشوفني كويسه. لما كنت الفتره اللي اكتئبت فيها وكده، لا انا عارفه ان هو مش عايزني كده، مش عايز يشوفني كده. هو حتى في مرحله ان هو تعبان، اعملي اخرجي مش عارف ايه يعني. طب ما تتخيلي يا دره كده ان روحه محوطانه وابعتي له رساله طمني عليك. اكيد لا، مش قادره دلوقتي كده يعني دي بيني وبين نفسي، بتبقى كده بيني وبين نفسي. بس انا عايزه اطمنه عليك، يعني انا عايزه اطمنه. انا خليني اقول ان انا شايفاكي كويسه ومجتهده وشاطره وبتعملي شغل حلو قوي وحاسه بيه جدا، فانا يعني حاسه ان هو يعني محوطنا او روحه محوطانه، فحابه ان انا اطمنه عليك يعني. فاذا كنت مش عايزه تطمني انا طمنته. شكرا. انت حقيقه نورتيني النهارده جدا، وانا حبيت قربي ليكي، وحبيت ان انا لان انا كان دايما عندي طول الوقت فضول انه انا عارفه ان انت طلعتي طبعا في برامج كتير طبعا ومع زمايلي كبار وعزاز جدا، لكن كان دايما عندي احساس ان انا عايزه اقرب دره الحقيقيه للناس. يعني الناس بتحبها طبعا وعارفاها وكل حاجه، بس ليه لا ما ساهمش ان انا اقرب الحقيقه اللي انا عارفاها او اللي انا سمحت لي الظروف ان انا ابقى قريبه منك فاقدر اعرفها بشكل كبير. فعايزه انقل ده للناس اللي هم بيحبوكي علشان يعرفوكي على طبيعتك، زي ما بيحبوكي كممثله كمان يتعرفوا عليكي كانسان. انت فعلا طلعتي حاجه مختلفه، والحلقه كانت مختلفه يعني، انا حاسه كده. ويعني انا بجد مش عارفه اقول لك ايه يعني، بس حاسه انه في حاجه مختلفه وفي حميميه يعني كده في الحلقه اكتر. كان نفسي نبقى الصبح وبنضحك كتير وكده، بس هو المود خدنا لا بالعكس المود تاني. بس انا يعني عايزه اقول انه بالعكس، يعني هي الحاجات دي كلها هي دي الحياه بالظبط، وادميه يعني دي ادميه البني ادم بالظبط. شرفتيني ونورتيني، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان انا اشوفك في لقاءات تانية وفي اعمال تانية احلى واجمل من اللي انت ميرسي. نورتيني يا حبيبتي. شكرا. طيب خلصت فقرات النهارده باجمل ختام، واعتقد ان احنا قلنا درر يعني زي ما اتفقنا. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم جديد من ايام برنامج عسل ابيض مع العسليات رنا ونهى وحنان. سلام وامان.